كلنا شايفين اوضاعنا السياسيه، والناس بيتكلموا كلام كثير عن السياسه وعن الجيش وعن الشيء الجاي في المستقبل. فمستحيل انه انا افرط في هذه العسكريه او افرط في هذا الجيش السوداني. دي حاجه الناس كلنا يخطوها في اذانهم، ونحن نعاهدكم انه الجيش ده ما تسمعوا كلام اللي بيقولوه السياسيين ميليتري ريفورم، كلام اللي بنسمعه نحن والناس خايفين منه. ما في زول بيدخل يده في الجيش ده نهائي. نحن حتى اخواننا المدنيين الشغالين معانا الان الناس سامعين بانه في تسويه وفي كلام. ما في حاجه اسمها تسويه. في اتفاق، فيه نقاط نحن كعسكريين اقتنعنا بها. بنشوف انه هذه النقاط او هذه الامور الطرحت هي امور بتنقذ بلدنا وتطلعها لبر الامان. عشان كده وافقنا عليها وحندعمها وحنسندها لغايه ما تبقى واقع. لكن اذا كان في حاجه بتمس الجيش وبتمس القوات المسلحه ما بنسمح بها. اذا كان في حاجه بتمس الامن الوطني وبتمس دولتنا ما بنسمح بها. نحن الاتفاق اللي وقعناه ده وقعناه عشان السودانيين ووقعناه للسودان كله. عشان كده بفتكر انه اذا نحن مشينا فيه للامام بنساعد في انه نعيد بلدنا الى مسار الطبيعي. عشان كده حنكون حريصين عليه وحريصين انه يمشي بالطريقه الصحيحه. ما فيه اقصاء لاحد، ما فيه اي راي ولا فيه زول درجه اولى وزول درجه ثانيه. نحن عندنا قوه توافقنا عليها، دي هي القوه ممكن تطلع البلد لقدام. ما ناقصه ناس. القوه دي اللي متوافق عليها دي اذا جات قعدت انا متاكد البلد بتمشي لقدام. عشان كده احنا نقول لهم ما في زول يحاول يختطف هذا الاتفاق، ما في زول يحاول يغيره لمصلحته، ما في زول يقول هو والله الاتفاق ده عمله هو لنفسه ودار يستفيد منه. الاتفاق ده لكل السودانيين وكل القوى اللي نحن توافقنا عليها انها تيجي تمشي مع بعض وتشتغل مع بعض عشان تطلع السودان ده. لكن الناس يطمئنوا انه ما في اي تفريط لا في ثوابتنا العسكريه ولا في ثوابتنا حقت السودان. في امور كثيره جدا الان لا يمكن ان تحسم الا اذا جات حكومه منتخبه. في امور كثيره جدا الناس الان بيتكلموا فيها حيطرحوها للنقاش، حيطرحوها كل زول يجي يقول فيها رايه، والناس منها يطلعوا الاتفاق النهائي اللي يمكن نحن كلنا نكون قاعدين وحاضرين وشاهدين عليه. واي حاجه في الاتفاق النهائي ده لقيناها بهز قواتنا المسلحه، بتصيبها بضرر، بتصيبها بخلل، تفت في عضدها، ما حنوافق عليها ولا حنوافق، ما حنقبل بها. حياتنا اللي شايفينها غلط بنعدلها لغايه الجيش ده ما يبقى مؤسسه خاضعه لسلطه الدوله. سلطه الدوله المنتخبه، اذا كانت في سلطه منتخبه الجيش ده حيكون تحت امرتها. احنا دايرين حكومه مدنيه من المستغلين، دايرين حكومه مدنيه شامله يمثل فيها كل الشعب السوداني، دايرين حكومه تنقلنا نقله حقيقيه تبرقنا لبر الامان. ما دايرين لنا نخبه محدده والله ناس محددين يستولوا على القرار والله يستولوا على الشأن السياسي.